في add-ins كتير بتيجي مع بلندر مش متفعلة، وبعضها هيفيدك مهما كان مجالك وتختصر عليك وقت وتضيف لك إمكانيات أكتر، وفي كتير غير التسعة اللي هنذكرهم. أنصحك تقرا في لستة الadd-ins وتشوف إيه اللي هيفيدك منهم. خلينا نبدأ بالF2 add-in. الadd-in دي فايدتها إن أنت لو عندك أي فيس عايز تملاه من مجرد vertex واحد تمسك من الكورنر وبالتك اف، فلو مثلا عايز املى الحتة ديت امسك الفيرتكس دوت والتك اف وهكذا. طبعا لو لاحظت ان قبل الادون مش هتلاقيها بتملى الفيس كامل، هتلاقيها مجرد بتعمل تريانجل هنا، والادون مفيدة جدا طول ما انت شغال هتلاقي نفسك بتستعملها عشان تكمل الفيسز من مجرد الفيرتكس اللي في الكورنرز بس. بعد كده معانا ادون الاركي مش، وديّة فايدتها إنها هتضيف لك قايمة من الأوبجكتات الجاهزة هتلاقيها هنا على طول. دول هيفيدوك جدًا لو أنت معماري أو شغال في شغل الarchivist عامةً، وهتلاقي الإعدادات بتاعة الحاجة بعد ما تضيفها هنا أو ممكن هنا برضه فوق أو تحت، والحاجات ديّة هتفيدك جدًا وهتسرّع عليك بدل ما أنت تنمذجها من الصفر، والإعدادات بتاعتها مفيدة جدًا وممكن تعمل بيها حاجات سريعة. بعد كده معانا add-ons الextra objects للcurves والmeshes، ودول هتلاقيهم تحت قائمة الmesh وتحت قائمة الcurve، هيضيفوا لك عدد من الحاجات المفيدة والجديدة، هيختصر عليك وقت في الmodeling. زي مثلًا هنا عندك الround cube دوّة مفيد جدًا وعبارة عن كورة من مربعات، بدل ما أنت بتعمل مربع وبتضيف عليه subdivision وبعد كده تضيف عليه cast modifier، فديّة جاهزة بتكة. زي مثلًا الrock generator عندك هنا ممكن تضيف عدد من الصخور بتكة واحدة وسريعة وجميل جدًا ومفيد في مشاهد الenvironment وأي حاجة فيها شغل صخور زي ما أنت تحتاجها. بعد كده عندنا add-on الpool tool. الadd-on دي عبارة عن إن أنت أمّا تمسك أوبجكتين مع بعض عايز تعمل لهم boolean هتتك بس control minus، أو إن أنت عايز تعمل لهم union هتعمل control plus، أو إن أنت عايز تعمل لهم slice هتتك control على، أو إن أنت عايز تعمل لهم intersect هتتك لهم control asterisk أو control نجمة في الnumpad. والadd-on ديّة مفيدة جدًا بحيث إن هي بتعمل لك الobject لbounds وبتخفيه وبتسهّل عليك إن أنت تشتغل وبتسرّع لك عملية الboolean. كمان لو أنت عايز تعمل apply للboolean ومش عايز إن هو يفضل موجود كmodifier، فأنت ممكن تمسك الأوبجكتين وتتك control shift وأيًا كان الاختصارات زي مثلًا الdifference control shift minus. وبعدين معانا الloop tools add-on، هتلاقي القائمة بتاعتها في الedit mode، في كليك يمين على طول. زرار الcircle بيحوّل أي حاجة أنت عامل لها selection لدايرة، وزرار الbridge بيربط بين أي مجموعتين من الfaces، بيعمل بينهم bridge، مجرد إن هو بيفتح لك فتحة ما بينهم، بيوصّل ما بينهم، جسر من اسمه. وزرار الflatten بيحوّل لك أي حاجة يخلّيها على سطح مستوي، من اسمه تسطيح. أمّا زرار الG stretch فبيخلّي أي حاجة مسطحة على مستوى ال2 vertices اللي أنت عامل لهم selection، زي مثلًا الاتنين دُولة كده هنعمل لهم G stretch هتلاقي إنه المسافة بقت مسطحة من بينهم على طول. ممكن نعملها هنا برضه تاني. ومعانا زرار الrelax ودوّة بينعّم أي حاجة أنت عامل لها selection، وطبعًا ممكن تخلّي عدد الiterations بتاعه هنا تعلّيه زيادة، دوّة عدد التكرار المرات اللي بيتعمل فيها. وأنا بافضّل إن أنا أعمله مرّة واحدة أخلّيه على 1 وأتّك shift R لحد ما ينعم خالص معايا أو ينعم على زي ما أنا عايز. أمّا زرار الspace فهتلاقي إن هو بيخلّي لك المسافة متساوية ما بين أي عدد من الvertices اللي أنت عامل لهم selection. بعد كده معانا الnode wrangler add-on، هتلاقي فيها عدد من الاختصارات اللي هتلاقيهم هنا، اختصارات كتيرة جدًا مهمة في الshading tab هتشتغل بيهم في الnodes. الadd-on فيها كذا اختصار مفيد جدًا، منهم إن أنت تاخد من الoutput بتاعة أي node وتدّي للinput بتاعة أي node بAlt وكليك يمين وتسحب على طول، وفي إن أنت تعمل mix ما بين أي نودين مجرد إن أنت تتك control shift وكليك يمين وتسحب ما بين النودين هتلاقي عمل لك mix ما بينهم. وفي رأيي أهم اختصار في الadd-on ديّة إن أنت تمسك الprinciple BSDF وتتك control shift T وتروح لأي مكان أنت مخزّن فيه textures لأي حاجة وتختار كل حاجة، ومجرد ما تتك OK هتلاقيه إنه نزّل لك الtextures وربطهم على طول في أماكنهم المناسبة. بعض الحاجات ممكن تفلت ولازم تربطها بإيدك، بس هو بيضبّط لك كل حاجة تمام وبسرعة. بعد كده معانا add-on 3D print toolbox، ودي هتلاقيها هنا في الend panel، وديّة مش بس مفيدة لل3D printing بل ديّة مفيدة كمان إن هي ممكن تنضّف لك الmesh بتاعك لو أنت عندك أي vertices طايرة من مكان الcleanup، وهتتك make manifold وبتعمل لك برضه شوية حسابات من الحجم والمساحة، وكمان شوية حسابات هنا هتفيدك لو أنت شغال في الmodeling وبتصدّر لمحركات الألعاب وهكذا. بعد كده معانا add-on الbolt factory، وديّة هتضيف لك في قائمة الmesh آخر حاجة الbolts، وديّة عبارة عن المسامير والصواميل، هتلاقيهم بدل ما تنمذجهم من الصفر وبياخدوا وقت هتلاقيهم هنا جاهزين بسرعة ومناسبين جدًا، وجودة الموديل ممتازة مش وحشة، وطبعًا قابلين للتعديل من الmenu دوّة. هتلاقي كذا parameter ممكن
وتعدل فيه وتجرب لحد ما توصل لشكل المسمار اللي انت عايزه. لو عجبك الفيديو قول لي رأيك، ولو عندك طلبات لفيديوهات اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.